النهارده عاملين لقاء بين مؤسسة الأيادي العربية لتنمية المجتمع المحلي ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. المؤسسة دي طبعا برئاسة الأستاذ سعيد عبد الحافظ، والمؤسسة طبعا عاملة بروتوكول مع 9 محافظات. من حسن حظ محافظة الغربية إن هي موجودة في هذا البروتوكول، وعاملين عدة ندوات، عملنا منهم 4 ندوات حتى الآن، وإن شاء الله نعمل يوم الثلاثاء ندوة. عندنا طبعا رمضان القادم، فهنوقف الندوات طوال شهر رمضان ونعمل الندوة رقم 6 بعد العيد إن شاء الله. طبعا بنعمل ندوات بالنسبة للجمعيات، توعية بالنسبة للجمعيات عن التمكين الاقتصادي للمرأة، عن بناء قدرات الجمعيات. بنعمل ندوات ايضا عن حقوق الانسان، الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، عن الاتفاقات الدوليه، موضوعات بتهم المجتمع المدني وبتهم الجمعيات، ان احنا نقوم بدورنا ودور المجتمع المدني، لان كلنا عارفين ان في هذه الفترة المجتمع المدني له دور قوي ودور كبير بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للناس، ان نعمل لهم توعية ونبني قدراتهم على اساس يستمروا في خطة التنمية. وعارفين طبعا النهارده كان التمكين الاقتصادي للمرأة، الدكتور حسام بندق أدار هذا الموضوع وقال طبعا دور المرأة، وقال المرأة في خلال الفترة السابقة دي كان في سبوت على المرأة ودورها في المجتمع، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديا 2030 وضح للناس ايه الدور اللي هتقوم به المرأة وايه الاستفادة اللي استفادتها في هذا المضمار. وايضا طبعا كلنا عارفين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حط سبوت على المرأة واطلق عام للمرأة عام 2017، وطبعا كلنا عارفين التنمية المستدامة بالنسبة للأسرة ودور المرأة في هذا الموضوع. شكرا.